هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيث ما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 4 من يونيو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم وضمن حلقتكم الأسبوعية من برنامج تعليق على الحدث لهذا الأسبوع نقدم تعليقا للأستاذ عبد الرازق كرار حول العقوبات الأمريكية الجديدة والصراع الإثيوبي وتأثيرات ذلك على إريتريا. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا تبدأ في تطبيق قرار منع تأشيرات الدخول. مسؤول بالاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران في جولة المحادثات المقبلة. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. ذكرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أديس أبابا في صفحتها على الفيسبوك في الأول من الشهر الجاري بأنها ستبدأ في تنفيذ قرار الخارجية القاضي بعدم منح تأشيرة دخول لأي مسؤول في الأجهزة الأمنية الحكومية أو الأجهزة الأمنية الإريترية أو التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أو ميليشيات الأمهارة أو من لهم علاقة بإعاقة حل الأزمة في إقليم تيغراي حسب قرار وزارة الخارجية الأمريكية الأخير. في نفس الأثناء أكدت على منحها تأشيرات الزيارة والعمل والدراسة وغيرها بما يتناسب والإجراءات الصحية المتعلقة بمكافحة وباء الكورونا. وكانت الخارجية الأمريكية قد أصدرت قرارا منعت بموجبه منح تأشيرات دخول الولايات المتحدة لأي من المسؤولين المذكورين عليه والذين لهم صلة مباشرة بإعاقة جهود الحل السلمي للأزمة في إقليم تيغراي، والذي يشهد حربا منذ شهر نوفمبر الماضي بين القوات الحكومية والجيش الإريتري وميليشيات الأمهارة من جهة والميليشيات والقوات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من جهة أخرى. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث عقب نشرتنا الإخبارية. قال مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق لمحادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران إنريكي مورا يوم الأربعاء أنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات والتي ستبدأ في فيينا في مطلع الأسبوع القادم، لكن دبلوماسيين كبارا قالوا أن القرارات الأصعب لم تتخذ بعد. وقال مورا للصحفيين بعد اختتام الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران: أثقوا أن الجولة المقبلة ستكون الجولة التي سنتوصل فيها أخيرا إلى اتفاق. وقالت المجموعة الممثلة لدبلوماسي الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي في بيان لها: واصلنا تحقيق تقدم واتضحت الآن أجزاء مهمة من الاتفاق المقبل، لكن القرارات الأصعب قادمة، وعملنا بالطبع وفقا لمبدأ عدم الموافقة على شيء لحين الاتفاق على كل شيء. وأضاف البيان: ندرك جميعا أن الوقت ليس في صالح أحد، وقت اتخاذ القرارات الحاسمة يقترب، وسنعود الاجتماع الأسبوع المقبل. وقال دبلوماسيان أن المحادثات التي بدأت في أبريل من المتوقع أن تعود للانعقاد يوم الخميس 10 من يونيو المقبل، لكن ذلك ليس مؤكدا بعد. وقال خبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي أن العقبات التي تعترض طريق إحياء الاتفاق معقدة ولكنها ليست مستعصية. وأضاف في تصريحات لتلفزيون بلاده: بلغت الخلافات نقطة حيث يرى الجميع أنها ليست مستعصية على الحل. وتابع قائلا: لكن التفاصيل مهمة، ومن المهم مراعاة مواقف إيران الثابتة. هذه إذاعة إرنا. بهذا الخبر مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام نكون وياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز
عناوينها: سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا تبدأ في تطبيق قرار منع تأشيرات الدخول. مسؤول بالاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران في جولة المحادثات المقبلة. كانت مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي. نخصص حلقة اليوم لتناول الصراع في إثيوبيا والتوجه الأمريكي لحله مع تأثيرات ذلك على إريتريا، وذلك ضمن قراءة لمقال الأستاذ عبد الرازق عثمان كرار والذي نشره موقع دوليس الإخباري. متابعة طيبة أرجوها لكم. هذه إذاعة إيرينا. الصراع في إثيوبيا والمقاربة الأمريكية وتأثيراتها على إريتريا. عبد الرازق كرار. ببيان الرئيس الأمريكي جو بايدن بتاريخ 26 مايو الجاري حول الحرب الأهلية في إثيوبيا والآثار الكارثية الإنسانية التي ترتبت عليها، تكاد الضغوط الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا بدرجة أقل قد وصلت درجة غير مسبوقة وغير متوقعة، وهو ما وضع الحكومة الإثيوبية في موقف حرج للغاية، وجعل تعاطيها مع هذه الضغوط المستمرة انفعاليا وغير متجانسا نتيجة لاختلاف وجهات النظر بين الأجنحة المكونة للحكومة الفيدرالية الإثيوبية. الضغوط الأمريكية والتي تركزت في مجملها حول ضرورة إيقاف العدائيات وانسحاب القوات الإريترية وميليشيات الأمهرة من إقليم تيغراي وفتح الممرات للمساعدات الإنسانية واللجوء إلى حوار وطني شامل، لم تصدر فقط عن الجهاز التنفيذي الذي لديه صلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، لكنها جاءت متناقمة بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، أي الكونغرس بغرفتيه، عبر لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، وهي ذات المطالب التي تردد صداها عابرة للمحيط الأطلسي. لقد اختارت إدارة بايدن إرسال رسالة أولى من خلال فرض بعض العقوبات المتمثلة في تجميد بعض المساعدات المالية وفرض قيود على التأشيرات للمسؤولين الإثيوبيين والإريتريين والذين تعتقد أمريكا أن لهم دورا في الكارثة الإنسانية في إثيوبيا. وجاء توقيت الرسالة قبل أسبوع من عودة المبعوث الأمريكي السفير جيفري فيلتمان إلى المنطقة، غالبا متعبطا بعض مقترحات الحلول للأزمة بكافة أبعادها السياسية والإنسانية، ليس فيما يتعلق بالحرب في إقليم تيغراي وحسب، بل في عموم إثيوبيا والإقليم، بما في ذلك القضايا المتداخلة مثل قضية سد النهضة والحدود السودانية الإثيوبية. الحكومتان الإثيوبية والإريترية ومناصرهما يعتقدون أن المواقف الأمريكية منحازة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الوياني، ذلك أنها متأثرة بمجموعة الضغط اللوبيات التي استثمرت فيها الوياني عبر الأموال التي تراكمت لديها وهي في السلطة، والعلاقات التي أنشأتها إبان ما يقارب 3 عقود من سيطرة الوياني على مفاصل السلطة والثروة في إثيوبيا، وهو الخطاب الذي يتماهى معه العديد من المحللين والناشطين خاصة في الوسط الإريتري المعارض. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. لازلتم مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تستمعون إلى تعليق الأستاذ عبد الرازق كرار تحت عنوان الصراع في إثيوبيا والمقاربة الأمريكية وتأثيراتها على إريتريا. ويواصل الأستاذ كرار القول: إن شبكة العلاقات التي بنتها الوياني ومجموعات الضغط التي تعاقدت معها بالتأكيد لها تأثير في مواقف الإدارة الأمريكية والكونغرس، ولكن هذه بعض الحقيقة، ذلك أن واقع الحال يعكس صورة تحتاج إلى توضيح بشكل تفصيلي. إن القرارات الصادرة من البيت الأبيض والسياسات الكبرى للإدارة الأمريكية تتأثر بالثقل الانتخابي واللوبيات أو مجموعات الضغط التي تستطيع إيصال رسالتها بشكل تستحوذ فيه على اهتمام عضو الكونغرس. واقع الحال يقول أن الثقل الانتخابي لمناصري الوياني في إثيوبيا ليس ذو قيمة مؤثرة،
مقارنة بالثقل الانتخابي للمجموعات الأخرى خاصة الأمهرة والأورومو. بالتالي من الصعب اعتبار هذا العامل ذو تأثير كبير على مواقف الإدارة الأمريكية أو الكونغرس. جماعات الضغط أو اللوبيات في أمريكا وإن كان مسموح لها بالعمل وفق القانون وهي جزء من آليات عملية صناعة القرار في النظام السياسي الأمريكي، لكن نفس القانون يلزم هذه الشبكات بإعلان تعاقداتها والجهة التي تمثلها. بالتالي فإن الوصول إلى اللوبيات التي تدعم خط الويانة يمكن الوصول إلى بياناتها بسهولة، وكذلك أيضا اللوبيات المقابلة التي تدعم خط الحكومة الإثيوبية الفيدرالية وأيضا مواقف الحكومة الإريترية. بمراجعة هذه البيانات نجد أن استثمار الحكومة الفيدرالية في التعاقد مع اللوبيات يفوق عددا وتمويلا تلك التي تعاقدت معها جهات تعمل لصالح الويانة. فمثلا تعاقدت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية مع مؤسسات وأفراد ذوي شبكات قوية وإمكانيات عالية في التأثير، بينما تعاقدت الويانة مع السيناتور الجمهوري السابق كوني ماك ومجموعات أخرى. وتنبغي الإشارة إلى أن الأموال التي دفعتها الحكومة الإثيوبية تفوق الأموال التي دفعتها الويانة في مجال اللوبيات. صحيح أن الويانة طوال فترة سيطرتهم على مجريات الحكم في إثيوبيا كانوا على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الإدارات الديمقراطية، ولكن التعمق في طبيعة هذه العلاقات نجدها قائمة على العلاقات الاستراتيجية في الجوانب الأمنية والرؤية الكلية لمنطقة القرن الأفريقي والدور الإثيوبي فيما عرف بالحرب على الإرهاب. ولكن بالمقابل كانت هناك خلافات جوهرية في السياسات الاقتصادية التي انتهجها رئيس الوزراء الأسبق ملس زيناوي، والتي لا تتسق مع السياسات الليبرالية أو النيو ليبرالية للولايات المتحدة. هذا فضلا أن حجم التعامل الإثيوبي الضخم في كافة الجوانب مع الصين كان مصدر قلق كبير للولايات المتحدة ونقطة تجاذب بين الطرفين. بالمقابل فإن المؤشرات الأولى للحكومة الفيدرالية الإثيوبية بعد عهد الويانة أي ضمن حكومة أبي أحمد أرسلت إشارات لا تخطئها العين في تقليل النفوذ الصيني في المنطقة، وأيضا تتبنى التوجه الليبرالي والخصخصة للمؤسسات والقطاعات الحيوية مثل الاتصالات التي كانت الويانة ترفض خصخصتها. هذا غير التجاذب الكبير لملس زيناوي مع النظام العالمي الذي يؤسس لسيطرة أمريكا والذي قام بعد الحرب العالمية الثانية ويعرف بنظام مؤسسات بريتن وودز، ويضم مؤسسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومنظمة التجارة العالمية، وهو النظام الذي فصله الاقتصادي جوزيف ستيغليز في كتابه العولمة ومنقصاتها. لازلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون وضمن برنامج تعليق على الحدث الأسبوعي إلى تعليق للكاتب الإريتري عبد الرازق كرار تحت عنوان الصراع في إثيوبيا والمقاربة الأمريكية وتأثيراتها على إريتريا، والمنشور في موقع عدوليس الإخباري. هذه إذاعة إرينا. ويواصل الأستاذ كرار: أمام هذه الحقائق المتمثلة في ضعف الثقل الانتخابي للويانة في أمريكا وتواضع اللوبيات التي تعاقدوا معها والكفة الراجحة لتوثيق العلاقة مع الحكومة الفيدرالية الحالية نتيجة لتجانس السياسات الاقتصادية وتقليل النفوذ الصيني، يبقى السؤال عن الدوافع الحقيقية خلف الموقف الأمريكي المتشدد تجاه الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، قضية تحتاج إلى تمحيص دقيق دون التغاضي عن تأثير الثقل الانتخابي لقواعد التجراي على تواضعها والليبيات المساندة لها على ضعف حيلتها. فإن الدافع الحقيقي خلف الموقف الأمريكي والمواقف الأوروبية المساندة هو الرؤية الأمريكية التي تتصور إثيوبيا دولة موحدة ذات تأثير مركزي في القرن الأفريقي وفي أفريقيا وحليف استراتيجي للولايات المتحدة. المفارقة هي أن كل من حكومة أبي أحمد وإيساس أفورقي يحملان نفس المقاربة، وهي أن تكون إثيوبيا دولة موحدة وذات تأثير كبير في أفريقيا ومنطقة البحر الأحمر، وهو ما فصله إيساس في حوار الساعتين في فبراير الماضي، وكتبت عنه مفصلا في مقالي
حوار الساعتين وتجليات الاستراتيجية البديلة. هل حانت لحظة أفورقي في التاريخ؟ لو صحت التسريبات عن اجتماع ال4 ساعات بين أفورقي والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان، فإن أفورقي والذي تحدث ل3 ساعات ونصف عن المواقف الأمريكية المخزية تجاه القضية الإريترية، أوضح لفيلتمان أن ما يبقي إيثيوبيا متماسكة في هذه المرحلة هو وجود الجيش الإريتري في إيثيوبيا، وأنه بدون الجيش الإريتري في إيثيوبيا فلن تكون هناك إيثيوبيا. وهو تقييم يبدو أن الإدارة الأمريكية وإن اتفقت مع أفورقي في الهدف فلا تشاركه في ضرورة وجود الجيش الإريتري كضمان لتماسك إثيوبيا في هذه المرحلة. وعليه فإن الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة وحكمة أبي أحمد وإيسياس أفورقي من جهة أخرى يتعلق بكيفية تحقيق هذا الهدف المركزي، وهو الاحتفاظ بإثيوبيا كدولة موحدة مستقرة تكون حليفا استراتيجيا للغرب وذات تأثير سياسي في المنطقة. فبينما يرى إيسياس وحليفي أبي أحمد أن إثيوبيا لا يمكن أن تكون دولة موحدة وقوية إلا بزوال الويانة، فإن الإدارة الأمريكية مسنودة بما لديها من معلومات ترى أن زوال الويانة ليس أمرا يسيرا. وفترة ال6 أشهر الماضية منذ إعلان عملية إنفاذ القانون في 4 نوفمبر والتي يفترض أن تستغرق 3 أسابيع خير شاهد على ذلك. وبالتالي أن الإدارة الأمريكية ترى الطريق للوصول إلى إثيوبيا موحدة هو عبر حوار ومعادلة تكون الويانة جزءا منها، إلا فإن استطالة أمد الحرب سيجعل إثيوبيا أكثر قربا من التفتت، وهو ما لا ترغب فيه الولايات المتحدة. ولهذا فإن المبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان عندما قال أن الصراع في إثيوبيا ربما يجعل الصراع في سوريا يبدو كأنه لعب أطفال، كان يدرك ما يقول. الإدارة الأمريكية المتواجدة بكثافة عبر ذروعها الرسمية وغير الرسمية في إثيوبيا وخاصة إقليم تيغراي تدرك أكثر من غيرها أن وجود الجيش الإريتري في إثيوبيا وإن كان يساهم في حفظ الأمن وسيطرة القوات الفيدرالية على المدن، لكنه يضعف موقف أبي أحمد سياسيا. ليس هذا فحسب، بل يرى أن تواجد القوات الإريترية أصبح في حد ذلك دافعا لشعب تيغراي بغض النظر إن كان مؤيدا للويانة أم لا للاصطفاف خلف الويانة في هذه المرحلة. وأصبح أمر المطالبة بانسحاب القوات الإريترية مطلبا موحدا لشعب تيغراي، بما في ذلك عضوية حزب الازدهار في إقليم تيغراي وأعضاء وأجهزة الحكومة المؤقتة المعينة من قبل المركز لإدارة الإقليم. هناك شبه اتفاق بين المعنيين بالمنطقة أن الروح القومية داخل تيغراي وصلت مراحل غير مسبوقة، وأن استمرار تيغراي ضمن الدولة الإثيوبية يتضاءل مع تطاول الأزمة في إثيوبيا، ومواقف نخب تيغراي التي ترى نفسها ضمن الدولة الإثيوبية يضعف مع مرور كل يوم جديد لصالح النخب القومية في تيغراي التي يجد خطابها العاطفي المرتكز على أساس قومي صدى كبيرا خاصة وسط الشباب في ظل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي. شخصيات مؤثرة مثل جيتاتشو ردا ربما يكون حفيد البلاد هايلي ماريام ردا أحد قيادات ويانة الأولى، والذي ظل يتبنى ويدافع عن حقوق تيغراي في ظل إثيوبيا الموحدة، يصرح أنه يجد صعوبة في تبني خطابه أو إقناع المحيطين به بجدوى هذه المقاربة، ويعلن أن فكرة العيش في إثيوبيا الموحدة تكاد تكون حلما صعب التحقق نتيجة لما يحدث على الأرض. أمريكا أكثر من غيرها تدرك هذه الحقيقة البديهية، وأن استمرار الحرب في محصلتها النهائية هي إضعاف لفكرة إثيوبيا الموحدة، وانفصال تيغراي وتكوين دولة قومية لهم هو بداية النهاية لإثيوبيا، ولن يتوقف الأمر على تيغراي إذ سوف تتبعه بقية القوميات الأخرى وتكون إثيوبيا يوغوسلافيا القرن 21. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تستمعون مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام ضمن برنامج تعليق على الحدث إلى مقال الأستاذ عبد الرازق كرار تحت عنوان الصراع في إثيوبيا والمقاربة الأمريكية وتأثيراتها على إريتريا، والمنشور في موقع أدوليس الإخباري. ويواصل الأستاذ كرار القول أن هذه الأحداث ذات تأثير كبير على واقع ومستقبل إريتريا بحكم عوامل الجغرافيا والتاريخ والسياسة،
وأن الاعتقاد بأن هزيمة التيغراي عسكريا بشكل كامل يؤدي إلى استسلامهم مثل الخميرة الحمر في كمبوديا هو احتمال ضئيل ولا تسنده الحقائق على الأرض. فالروح القومية في تيغراي صعب محوها من الذاكرة الجمعية لشعب تيغراي، وأن الذي يجري على الأرض وإن بدا هزيمة مؤقتة لكن استمراره على ما هو عليه على المديين المتوسط والبعيد يجعلنا أقرب إلى فكرة تحقق دولة تيغراي. إن وجود دولة قومية للتيغراي هو مهدد وجودي لدولة إريتريا بشكلها الحالي، ليس فقط بسبب الطموحات الزائدة لبعض نخب تيغراي القومية، ولكن أيضا لأن هذه الطموحات تجد صدى لدى قطاعات من المجتمع الإريتري، خاصة من الجيل الذي ولد بعد التحرير ولا يدرك تحديدا المعاناة التي خاضها والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري للتخلص من الاستعمار. ويزيد ذلك الوجود خارج إريتريا حيث تتعمق قضية الهوية ويصبح الوطن فكرة تقوم على المتخيل من المشتركات في الثقافة والدين والإحساس بالتعرض للظلم الممنهج على أساس الهوية بغض النظر عما إذا كان هذا الظلم حقيقيا أو متخيلا. إن تبني بعض النخب الإريترية في مخاطبتها للمخاوف الحقيقية لطموحات بعض نخب تيغراي لمقاربة سياس أفورقي وأبي أحمد التي تستند بإمكانية القضاء على الويانية تنظيما ومحو الفكرة من ذاكرة شعب تيغراي الجمعية بالقوة هو رؤية قاصرة، ولا أدل على ذلك من أنها نفس الرؤية التي اعتقدت أنها يمكن أن تحسم المعركة في 3 أسابيع، وها هي الآن قد تجاوزت 7 أشهر وحرفت أبي أحمد عن كل الخطط الطموحة التي تفاءل بها العالم والإقليم في الأيام الأولى لحكمه. ليس هذا فحسب، بل حشرت الحكومة الإثيوبية الفيدرالية في زاوية الدفاع أمام التقارير المتواترة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي طالت كل من القوات الإثيوبية والإريترية. إن أقصر الطرق وأسلمها لتجنب طموحات النخب التيغراوية هي أن تتم تسوية سياسية في إثيوبيا تتشارك فيها الوياني ونخب تيغراي ضمن الدولة الإثيوبية الموحدة، وهي المقاربة الأمريكية والتي ليست معنية بإنقاذ الوياني كما يروج البعض، ولكن بالحفاظ على إثيوبيا موحدة، وهو الخيار العقلاني أيضا بالنسبة لنا كإريتريين في سعينا للحفاظ على سيادة واستغلال وسلامة إريتريا وإيجاد حكومة تمثل كل مكونات الشعب الإريتري وتعيش بسلام وتبادل للمنافع مع جيرانها بمن فيهم إثيوبيا الموحدة. ولكن للأسف هذه المقاربة تتعارض مع طموحات سياس أفورقي وهوسه الشخصي بالثأر من الويان عن هزائمه السابقة، وهو مستعد لتسخير كل مقدرات إريتريا ورهن مستقبلها في سبيل إثيوبيا قوية موحدة بشرط أن يتم ذلك بعد القضاء على الويان. في ظل هاتين المقاربتين اللتان تتفقان في الهدف وتختلفان في طريق الوصول إليه، سوف يعد جيفري فيلتمان حاملا مقترحاته، ويبقى السؤال إلى أي مدى تستطيع حكومة أبي أحمد التمسك بمقارباتها المدعومة من إسياس وتتحمل نتائج ذلك عزلة دولية وتشظ داخلي ربما تكون بداية النهاية لإثيوبيا بشكلها الحالي. هذه إذاعة إرنا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام التحليل الذي كتبه الكاتب الإريتري عبد الرازق عثمان كرار تحت عنوان الصراع في إثيوبيا والمقاربة الأمريكية وتأثيراتها على إريتريا، وقدمناه لكم ضمن متابعتنا للجولة المقبلة المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، والتي سوف نتابعها معكم في تفاصيل وتقارير أخرى الأسبوع المقبل. وقبل نهاية فقرات برنامجنا مستمعاتي الكريمات مستمعي الكرام، وكالعادة أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا تبدأ في تطبيق قرار منع تأشيرات الدخول. ذكرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أديس أبابا في صفحتها على الفيسبوك في الأول من الشهر الجاري بأنها ستبدأ في تنفيذ قرار الخارجية القاضي بعدم منح تأشيرات دخول
لأي مسؤول في الأجهزة الأمنية الحكومية أو الأجهزة الأمنية الإريترية أو التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أو ميليشيات الأمهرة أو من لهم علاقة بإعاقة حل الأزمة في إقليم تيغراي حسب قرار وزارة الخارجية الأمريكية الأخير. في نفس الأثناء أكدت على منحها تأشيرات الزيارة والعمل والدراسة وغيرها بما يتناسب والإجراءات الصحية المتعلقة بمكافحة وباء كورونا. مسؤول في الاتحاد الأوروبي يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران في جولة المحادثات المقبلة. قال مبعوث الاتحاد الأوروبي المنسق لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا يوم الأربعاء أنه يتوقع التوصل لاتفاق مع إيران خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ في فيينا الأسبوع القادم، ولكن دبلوماسيين كبارا قالوا أن القرارات الأصعب لم تتخذ بعد. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحيات زملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرينا.